كبسولة التأسيس فكرة سريعة بتدي معلومة للتأسيس من غير ما نطول على بعض. النهاردة كبسولة التأسيس بتتكلم عن مشكلة النقط. أنا طفلي عنده مشكلة كتيرة قوي في النقط بتاعة الحروف. يعني مثلا أنا عندي حرف الجيم والحاء والخاء، مشكلة كبيرة قوي. هو عارفهم بس بيتلخبط، يقولك دي خ، دي جيم، دي ح، مش عارف النقط. هناخد لكل حرف فيهم حدوتة صغيرة، هنحاول نخلص قصة النقط بمنتهى السهولة. في البداية بياخد الكلمات الدالة على الحرف معاها، بس مش بنربطهم ببعض. يعني أنا بقول إن الجيم موجود في اسم الجزر. طب الجزر ده لونه إيه؟ وبندي معلومات صح؟ طب هنعمل إيه؟ هنقول إن الجيم أكلت الجزرة، راحت النقطة نازلة ببطنها. مش أنت بتاكل الأكل بينزل في بطنك؟ والجيم كمان لما كلت الجزرة راحت نازلة في بطنها النقطة بتاعتها. طب والحاء بنغني ونسقف على ايدينا نقول ايه؟ ما فيهاش ولا نقطة، كأني معيش حاجة في ايديا. ما فيهاش ولا نقطة، ما فيهاش ولا نقطة، وأكرر وحفظ الطفل ما فيهاش ولا نقطة. طب والخاء ايه الحدوته بتاعتها؟ الخاء دي بقى بتحب الخيار قوي، بس عشان اكلت الخيار كله مامتها راحت خبطتها بالخياره فوق دماغها. عملت ايه؟ خبطتها بالخياره فوق دماغها عشان كلت الخيار كله. بقت الخاء النقطه بتاعتها فوق دماغها. حواديت واغاني، حاجات بسيطه بنسهل بيها المعلومه للطفل عشان نعدي مرحله التأسيس بمنتهى السهوله.